تفتكروا إيه هي أكبر مشكلة في الاكتئاب الوظيفي؟ أكبر مشكلة في الاكتئاب الوظيفي إن المجتمع والناس بيشجعوه، يعني هما بيشجعوا الشخص اللي مكمل، اللي بينجز، اللي بيعمل كل حاجة حتى لو فوق طاقته، الشخص اللي بيحقق حاجات كتير، الناجح، من غير ما يركزوا على الناحية التانية أو على الحاجات اللي هو بيخسرها مع الضغط النفسي المستمر اللي بيتعرض له طول الوقت. إزاي أقدر أميز ما بين الحزن أو الاكتئاب؟ الحزن بيكون مرتبط بمواقف معينة أو بخسارة معينة، يعني مثلا في حالة الوفاة أو الانفصال أو مشاكل معينة في الشغل مع حد قريب منك مع أصحابك. الحزن بينتهي أو بيقل مع الوقت، لكن الاكتئاب بيكون مشاعر الحزن مستمرة لفترة طويلة، ومهما عملت ومهما جربت المشاعر دي بتفضل موجودة بنفس القوة أو بتزداد كمان حدتها مع الوقت. مين أكتر ناس معرضة للاكتئاب الوظيفي؟ أول مجموعة هي الناس اللي بتكون مثالية، يعني اللي بتحب كل حاجة تكون كاملة في 100% وما فيهاش أي غلطة. تاني حد الناس المسؤولة، يعني اللي بتكون مسؤولة عن أعداد كبيرة من الناس، اللي بتكون مسؤولة عن إيفنتات كبيرة، اللي بتكون مسؤولة عن تنظيم أحداث كبيرة. تالت مجموعة الناس اللي بتشتغل في المجال الصحي، زي مثلا الدكاترة، الممرضين، أو الناس اللي بتشتغل في مجال الصحة النفسية وبيواجههم حالات صعبة وصدمة ومشاكل طول الوقت. طيب، إزاي أقدر أتعامل مع الأعراض دي؟ أول حاجة، ما تضغطش على نفسك، كل شخص ليه طاقة معينة. لو انت حاسس ان انت تعبان او مجهد او مرهق، ما تضغطش على نفسك علشان تكمل. خد وقت عشان تفكر، انت مثلا حاسس بكده ليه؟ هل الاعراض دي مرتبطة بمكان معين او شخص معين او حدث معين حصل في الفترة دي؟ انت حاسس المشاعر دي من فترة طويلة ولا من فترة قليلة؟ هل الاعراض دي حدتها بتزيد ولا بتقل؟ تمشي جواك وعبر عن مشاعرك. ممكن مثلا تتكلم مع حد قريب منك، ممكن ان انت تستخدم التفريغ الكتابي، ممكن ان انت تجرب ان انت تتواصل مع حد متخصص ممكن يساعدك بشكل اكبر. عموما التعبير وعدم الكتمان هيخلوك تفهم بالظبط انت حاسس بايه وليه، لان اي اعراض او اي مشكلة بتكون موجودة بيبقى ليها سبب تاني انت مش شايفه ومش عارفه. في حاجات تانية ممكن إن هي تساعدك عشان تخفف الأعراض، زي مثلا الرياضة، الحركة، هوايات معينة زي مثلا الرسم، التلوين، الزراعة، العزف. كل دي حاجات بتخليك تعبر عن مشاعرك وبتقلل من الضغط والتوتر اللي انت حاسس فيه. في ناس بيكون بالنسبة لها دي حاجة مفيدة، وفي ناس ما بتبقاش ليها أي تأثير عليهم. التجربة عموما مش بتخسر، سواء كان اسمه اكتئاب عادي أو اكتئاب صامت أو اكتئاب وظيفي. هو الاكتئاب. الاكتئاب هو مرض نفسي بيأثر على حياة الإنسان بشكل سلبي، ولما الأعراض بتستمر لفترة طويلة بتبقى زي عادة أو بتبقى جزء من حياة الشخص. عشان كده لو حسيت إن شخص قريب منك عنده الأعراض دي، ما تترددش وتتكلم معاه. ولو حسيت إن أنت عندك الأعراض دي، اطلب المساعدة من أقرب شخص ليك أو دور على شخص متخصص يقدر يساعدك علشان تقدر تتعامل مع الموضوع ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامة.